بقالي كتير بحاول أوثق رحلتي في الحياة وأشارك تجاربي اللي ممكن تإنسباير ولو شخص واحد يشوف الدنيا بشكل مختلف. بقالي كتير خايف أبتدي بجد. النهارده حكايتي هتكون معاكم، واخيرا قررت اني ابتدي بجد. أنا كنت مهندس معماري، كنت بسمع قصص الناس وأحولها لقصص مباني عشان الناس تعيش فيها قصصها. كنت بصنع الحكايات من طوب وأسمنت، وبحب إني أرسم قصة حياة البني آدمين من أول ما يصحوا لحد ما يناموا. بعد ما سبت مجال العمارة قررت أبتدي أحكي قصص مختلفة، قصص ممكن تخلي ناس كتير تاخد قرارات في حياتهم أو يفهموا أكتر عن ثقافات وأماكن مختلفة وجديدة. من ساعتها وأنا باخد خطوات صغيرة وبتعلم في الطريق. قررت إني أركز على الرحلة مش على النتيجة، وكل ما أحس إني عايز أصور حاجة بشغل الهوريزونتال مود. ببساطة هكمل عشان أنا عايز أفتكر اللحظات دي. ببساطة هكمل عشان أنا عايز أهلي وصحابي اللي دايما بعيد عني يشوفوني في أي وقت. هكمل لأني مش عايز بعد 10 سنين أرجع وأقول اللي قلته امبارح يا ريتني كنت بدأت. سنين كتير خليت الشك والخوف يوقفوني. كل ما أمسك الكاميرا أقول صوتي وحش، مش فوتوجينيك، إيه اللي أنا بعمله ده؟ بجد كنت بخاف من الكاميرا. كل مرة كنت ببتدي كنت بوقف لأسباب أنا لحد دلوقتي مش عارفها، أو مش متأكد إن هي دي الأسباب الحقيقية. بس أنا كنت دايما بقول إن أنا عندي شغل. لما ببقى مسافر بقول لنفسي أستمتع بالسفرية مش اللينس هي اللي تتبسط مكاني. كل دي مش عارف بصراحة هي أسباب حقيقية ولا لأ، بس أنا متأكد إن أنا وأنا مسافر بتبسط وأنا بصور، وببقى عارف إن أنا عايز أخلي اللحظة تفضل موجودة معايا، بقدر أرجع لها في أي وقت. ولو الرجوع ده أونلاين يبقى أحسن وأحسن، لأن في هاردات كتير اتحرقت، ومع الهاردات دي في ميموريز بالهبل ضاعت. فبيسكلي أنا بحاول إن أنا أوثق الرحلة بطريقة مختلفة. بحاول إن أنا أوثق الرحلة ليا وليكو، بحيث ان انا لو شفت حاجات او عملت حاجات ممكن تكون حلوه ممكن ما تكونش حلوه، فلو كانت حلوه يبقى ممكن تجربه ان انتوا تاخدوها بنفسكم، ولو ما كانتش حلوه يبقى تجربه عشان بلاش تعملوها. ف يعني انا هعملها عشان انتوا مش لازم تعملوها. جربت أبدأ كذا مرة، ودايما هسيب الفيديوهات اللي أنا ابتديت بيها عندي على القناة عشان أفتكر إني حاولت، بس دوافعي ما كانتش مفهومة أو ما كانتش حقيقية. كنت فاكر إني عايز شهرة أو إني عايز فلوس. وفي يوم كل حاجة اتغيرت. أنا في تايوان في فرح واحد صاحبي من أيام الجامعة، وفجأة حسيت إني عايز أطلع الموبايل وأصور هوريزونتال مود، لأن أنا مش عارف هشوف صاحبي ده تاني إمتى، أو هشوفه تاني أصلا ولا لأ. في اللحظة دي فهمت أنا كنت عايز إيه وأنا بصور فيديوهاتي القديمة. الموضوع من الأول لا شهرة ولا فلوس ولا لوغاريتمات يوتيوب. الموضوع كان كله من جوايا، بعمله للناس اللي بحبها والذكريات اللي أنا عايز أخليها تفضل دايما موجودة. هو ده الوقت الوحيد اللي كنت بمد إيدي في جيبي وأطلع موبايلي وأبدأ هوريزونتال مود. اهم حاجه لازم اقولها في الاخر، ان انت لو عايز تبدا حاجه ابداها، بس خليك متاكد ان ده هيقعد يقول لك لا، ده هيقول لك ما تبتديش، هيقول لك 1000 سبب يخليك ما تبتديش، بس دور على سبب واحد يخليك تبتدي وحاول تبقى اقوى منه. هيقول لك استنى لما تجيب كاميرا، هيقول لك استنى لما تجيب موبايل، استنى لما تجيب مايكروفون، استنى لما تسافر سفريه حلوه، بس صدقني ما تستناش. عايزين تتابعوا رحلتي تتفرجوا على كل فيديوهاتي، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه لو انتوا على يوتيوب. شكرا.